حلقة استثنائية، حلقة يعني أخيرا 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 الزمالك فرح جمهوره. أخيرا الزمالك قدر يحقق أول فوز ليه في دوري أبطال أفريقيا. الحمد لله الحمد لله، الواحد كان على أعصابه. الزمالك قدر يفرح جمهوره، قدر. النهارده شفنا رجالة في الملعب، شفنا حماس في الملعب، شفنا ضغط على الترجي، شفنا قد ايه الزمالك عرف الترجي حجمه، قد ايه الزمالك لو بيلعب بشخصيته ديت، لو بيلعب بلعبه ده هيبقى كان صعد من بدري. الزمالك حط نفسه في موقف، يعني انا مش فاهم. يعني انت سبت 3 مباريات، فرطت في 3 مباريات، هزيمه من شباب بلوزداد على ارضك، تعادل مع المريخ، هزيمه من الترجي. النهارده اداء مختلف تماما تماما للزمالك. النهارده الزمالك بيضغط على الترجي من حارس المرمى عنده. النهارده الزمالك قدر يلعب برجوله، يلعب بحماس. ما هي نفس الطريقه اللي انت بتلعب بيها في الماتشات اللي فاتت، اللي انت اتغلبت فيها. بس قدرت ان انت النهارده بروح وباصرار اللعيبه وبضغط اللعيبه الرجاله ان انت تكسب. الترجي فرقه عاديه جدا، الترجي فرقه عاديه جدا، الترجي فرقه سهل تكسبها. الترجي بانت على حقيقتها لما انت ضغطت عليها من اول دقيقه. الترجي لما انت ضغطت عليها وضغطت على اللعيبه ونزلت لعبت من لمسه واحده، نزلت لعبت ضغطت عليهم، جبت الهدف الاول في اول 10 دقائق، وجبت الهدف الثاني من ضغط سيف الجزيري، وان هو لبس المدافع ضربه جزاء. فين اللعب ده؟ فين الاداء ده من بدري؟ فين اللعب؟ فين الروح؟ فين الاداء ده من بدري؟ ليه بتصعبوه على نفسكم؟ ليه بتصعبوه على الجماهير؟ الجماهير النهارده اللي كانت لابسه اسود حزن على النتائج اللي حصلت في الفتره الاخيره. ومحدش يعتب على الجماهير، محدش يعتب على الجماهير النهارده اللي برغم النتائج السيئه، برغم حرقه الدم اللي هم فيها، وراحوا وشجعوا الفريق من اول دقيقه لاخر دقيقه. شجعوا الفريق ده التشجيع زاد لما الجون الاولاني، لما جون الترجي الاولاني جه. الزمالك فضل يشجع، الجمهور فضل يشجع، فضل ورا الفريق. هي دي اللعيبه اللي احنا عايزينها، هي هو ده الاداء اللي احنا عايزينه. العب برجوله واخسر مفيش مشكله، بس نحس ان انت بتلعب برجوله. النهارده الفرحه الحقيقيه للجمهور، النهارده الفرحه الحقيقيه للجماهير اللي كانت في الملعب، الجماهير اللي فضلت ورا فريقها، الجماهير النهارده اللي فضلت من اول دقيقه لاخر دقيقه تشجع الفريق. شفتوا لما بقى عندكم روح بتعملوا ايه في الملعب؟ شفتوا لما بتقاتلوا لاخر دقيقه ايه اللي بيحصل؟ شفتوا ان الفرحه حلوه؟ حسيتوا ان الفرحه حلوه؟ فرحه جايه بعد عذاب، فرحه جايه مع برضك دوامه، انت هتصعد ولا مش هتصعد. بس الحمد لله، الحمد لله، هنرجع ونقول الحمد لله، الحمد لله. يا ريت تستمر الروح دي، يا ريت تستمر الروح اللي في الملعب اللي احنا شفناها دي. العب بالروح دي، العب. لو لعبت من اول ماتش في المجموعات لغايه اخر ماتش وما صدفكش الحظ ان انت تصعد، بس تبقى عملت اللي عليك. انتوا كلعيبه تبقوا عملت اللي عليكم. فيريرا يعني اللي يعني الجديد؟ انت معاك نفس اللعيبه اللي انت خدت بيها الدوري السنه اللي فاتت وخدت بيها الكاس. ليه كنت بتفتي الماتشات اللي فاتت؟ النهارده نزلت سيف جعفر، واحد بيعرف يلمس كوره، واحد بيعرف يباصي. ليه الخطه دي ما كانتش في الملعب؟ ليه الحماس ده ما كانش في الملعب؟ نرجع ونقول تاني، ماتش عودة الثقة، هنفضل ندعم لغاية آخر دقيقة. مش هنتكلم على سلبيات دلوقتي، هنتكلم إن إحنا عايزين دعم، عايزين روح، عايزين إصرار. اكسب ماتش بلوزداد هناك إن شاء الله، بإذن الله بإذن الله بإذن الله بإذن الله يبقى ماتش الصعود. إن شاء الله يكون ماتش النهارده ده ماتش الصعود. إن شاء الله الماتش النهارده يبقى دافع للعيبة إن هي تكسب وتحقق الفوز في الجزائر ونصعد من هناك إن شاء الله. ان شاء الله يبقى ده ماتش العوده.
ماتش الترجي النهارده ده يبقى ماتش العوده وماتش عوده الروح. ما عنديش مشكله ان انت تلعب حلو، ان انت تلعب وبتتقاتل على كل كوره وتخسر ماتش، هنعمل ايه؟ ده قدر ومكتوب من عند ربنا. بس تبقى انت عامل اللي عليك في الملعب، تبقى انت عامل اللي عليك في قدام الجماهير. النهارده مصطفى شلبي ادى كويس ممتاز، هشيد بيك طالما بتلعب كوره وبتقاتل على الكوره وبتلعب كويس، هشيد بيك. النهارده حمزه المسلوسي راجل. حمزه المسلوسي النهارده اديله احسن واحد في الملعب. سيف الجزيري اللي جاب اللي تسبب في ضربه الجزاء وجاب الهدف الثالث. هو ده الجزيري اللي احنا عارفينه. انا كنت واحد في لغايه الدقيقه 60 كنت بقول للفرقه طلع الجزيري ونزل ناصر منسي، لان مجهوده بذل مجهود كبير وقدر ان هو يكلل مجهوده بجون. زيزو لما بتبقى في حالتك بتبقى شايل فرقه كامله. لما بتبقى في حالتك يا زيزو بتشيل الفرقه محتاجه قائد بجد، محتاجه قائد بجد. وليا واقفه مع شيكابالا بس مش دلوقتي. ليا واقفه مع شيكابالا بس مش دلوقتي. مش ده الوقت يا شيكابالا اللي انت تتقمص فيه. مش ده الوقت يا شيكابالا ان انت تخش في خلافات مع المدير الفني، تخش في خلافات مع الفريق. مش ده الوقت يا شيكابالا، مش ده الوقت. مش هو ده الوقت اللي انت تختلق فيه مشاكل. بحيي زيزو النهارده، بحيي المسلوسي، بحيي الجزيري. غلطه عبد الغني النهارده، عبد الغني دي مش اول غلطه ليك، دي مش اول غلطه. محمد صبحي راجل يا محمد يا صبحي. وقلنا من بدري محمد صبحي لازم ياخد الفرصه. ركب على العواد يبقى يركب على العواد خلاص. هو ده العدل. لما تطبق العدل في الملعب هتكسب. النهارده احمد فتوح حسينا ان جابها الشمال هي اللي كان فيها الشغل كله. احمد فتوح، مصطفى شلبي، عبد الشافي فوق دماغنا. عبد الشافي فريق لعيب راجل بس خلاص سنه كبر، مش هيقدر يديك قد ما هو اداك قبل كده. فتوح النهارده كان راجل. فتوح النهارده كان عامل جبهه خطيره على ناحيه الشمال. اول مره احس ان الزمالك عنده الجبهه الشمال جامده. لا، اشيد النهارده باللعيبه كلها. لما بتلعبوا كويس بنشيد بيكوا، لما بتلعبوا كويس بنقول انتوا كويسين. جماهير الزمالك مش عايزه منكم غير الرجوله في الملعب. جماهير الزمالك مش عايزه غير ان انتوا خدوا ملايين زي ما انتوا عايزين، بس فرحوا الناس. خدوا ملايين الملايين زي ما انتوا عايزين، ربنا يبارك لكم، بس فرحوا الجماهير. انتوا النهارده فرحتوا الجماهير. اصل انا او اي حد بيشجع نادي الزمالك مش هياخد منكم جنيه. لما انا وانا بتفرج على الماتش وحرقتي في الجون الاول وحرقتي في الجون الثاني وحرقتي في الجون الثالث، لو في لعيب من لعيبه الزمالك شافت حرقه جمهور نادي الزمالك، لو واحد بس بيتفرج في بيته على الماتش وشافت حرقه دم وشافت فرحه، هيموتوا نفسهم في الملعب. احنا عايزينكم احسن في احسن وضع. عايزينكم تبقوا احسن نادي في الدنيا كلها. فالف مليون مبروك لنادي الزمالك، مليون مبروك لجماهير نادي الزمالك. مبروك لاداره نادي الزمالك. يا ريت يبقى ماتش النهارده ده يبقى ماتش العوده لافريقيا تاني. يبقى هو ده الماتش الدافع اللي ان شاء الله نروح الجزائر. ان شاء الله نروح الجزائر، نركز، نلعب برجوله، نكسب هناك ان شاء الله هنصعد. نكسب هناك ان شاء الله نصعد. فالف مليون مبروك. ان شاء الله يبقى الصعود لنادي حليف نادي الزمالك ان شاء الله. فرحتونا النهارده، فرحتونا جدا. عقبال النادي الاهلي ان شاء الله ماتش سان داونز هناك، والاهلي يحاول يعمل نتيجه ايجابيه هناك ويكسب هناك ان شاء الله ويفرح جمهوره برده، لان احنا محتاجين نفرح. احنا كجمهور مصري محتاجين نفرح. فان شاء الله يعني يبقى ماتش النهارده ده ماتش الصعود لنادي الزمالك، يبقى دافع لنادي الزمالك، للعيبه، جهاز فني، ان هم يركزوا هناك، وان شاء الله ناخد ال3 نقط هناك من الجزائر. يبقى ماتش الصعود
بقول لحبايبي واخواتي، كل حبايبي واخواتي اللي ما اشتركش في القناه يشترك في القناه ويفعل زر الجرس. مستني دعمكم ليا. الناس اللي عجبها الفيديو يشيروا الفيديو ويدوسوا لايك ويعني انا بشكركم جدا 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 لكل اللي بيدعمني، لكل اللي بيشترك في القناه ويفعل زر الجرس وبيدعمني، ده دعم ليا. ادعمني واشترك في القناه وفعل زر الجرس وهتشوف مني كل جديد. ومبروك مبروك 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 للنادي الزمالك والجمهور ومجلس ادارته. وان شاء الله نبارك للنادي الاهلي في جنوب افريقيا، ويبقى ماتش الصعود برضو. وانا كنت سعيد ومبسوط ان انا كنت معاكم النهارده. سلام عليكم.